إهانات كتير ممكن نتعرض لها، وبكلمة نسامح من باب الود والحب والصداقة والعشرة، وإنك قلبك طيب وبيعرف يسامح، ونقول المسامح كريم. لكن مع الوقت بتكتشف إن المسامح كان عبيط مش كريم، لأنه تسامح في حق وكرامة، مش في غلطة ومش هتتكرر، وما خدش موقف وقتها عشان يضمن إن الإهانة ما تتكررش. أيوة، التسامح شيء جميل، لكن مع اللي يفهم إن ده تسامح في حقك، مش تنازل عنه ولا عن كرامتك. اللي بيقدر يسامح ممكن يسامح مليون مرة، لكن بتكون في مرة هي الأخيرة ما ينفعش بعدها يسامح، لأن الوجع اللي بيتراكم جواه مع الوقت بيكون أكبر بكتير وأقوى من مشاعر التسامح. قلبه بيقوى وبيفوق ويسأل نفسه: أنا ليه عملت في نفسي كده؟ عشان أكون متسامح وطيب؟ طيب، أهي الناس افتكرتك أهبل ومش بتزعل ولا بتحس، وزادوا في وجعهم ليك، لأنهم عارفين إنك بكلمة هتتنازل عن حقك. لكن بيطلعوا غلطانين، لأنهم مش بيفهموا إن في لحظة إدراك مهما كان الإنسان متسامح بيقف مع نفسه فيها ويسأل نفسه: هو أنا ليه عملت في نفسي كده؟ لحظة وجع بتكون هي القشة التي قسمت ظهر البعير. افهموا، اللي بيسامح عنده قوة داخلية جبارة، يعني مش ضعيف. اللي بيوجع هو اللي ضعيف. التسامح محتاج شخص قوي، أما الوجع فسهل قوي على أي إنسان يعمله. واعرفوا، اللي بيعرف يسامح بدون حدود بيجي عليه وقت بتخلص طاقته، وقتها بيمشي وهو متأكد إن تسامحه مع ناس ما فهمتش تسامحه ده إنه حب ليهم هو القرار الصح. مفيش عطاء في الدنيا بيستمر بدون مقابل من التقدير والاحترام والود. سامح، لكن سامح في غلطة غير مقصودة، مش في حق وكرامة. واوعى تتنازل عن حق